سمية شجمل لسمية تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. جعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أحمده الذي أنزل على عباده هذا الدين القويم، شرع لهم فيه شرائع ونوع فيهم الطبائع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو أفضل من صلى وصام، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فكان يقول لهم: قد جاءكم شهر رمضان. شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. فمرحبا بالشهر طيب مبارك كريم. في رمضان أنزل الله القرآن الكتاب السماوي، في رمضان الشفاعة بالصيام والقرآن، في رمضان التراويح والتهجد، في رمضان مضاعفة الحسنات، في رمضان العتق من النيران، في رمضان الصبر والشكر والدعاء. رمضان شهر الجهاد والانتصار، فكيف لا يفرح المؤمن به؟ فكيف لا يفرح المؤمن بهذا الشهر؟ فكيف لا يحرف المؤمن بشهر هذا بعض ما فيه؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: الحكمة من الصيام ليس أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والنكاح، ولكن كما قال الله تعالى: لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يجب علينا تحقيق تقوى الله، هي الغاية المنشودة. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. فهل ترانا حققنا هذا بصيامنا، أم نحن ممن بالنهار يتقيه وبالليل يعصيه؟ نماذج من السلف الصالحة: مولاة معاوية دخل عليها نفر من القراء فكلموها لترفق على نفسها، فقالت: ما لي وللرفق بها، فإنما هي أيام مبادرة وأيام معدودة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا. والله يا إخوتاه لأصلين لله ما أقل في جوارحي، ولأصومن له أيام حياتي، ولأبكين له ما حملت عيناي ماء. أيكم يأمر عبده فيحب أن يقصر في حقه؟ يا أمة الإسلام، رمضان يناديكم ويقول: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك لهم عذاب أليم، فطوبى لمن أجاب وأصاب، وويل لمن طرد عن الباب. ألا يكفينا قوله الصوم لي عذر رمضان ما قدرناك حق قدرك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه إيمانا واحتسابا، ووفقنا فيه لفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهداية للناس كافة، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واعلموا رحمكم الله أن من ثمرات تعلم الفقه امتثال أوامر الله تعالى عز وجل العبادة على بصيرة مواقف هدى الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الكرام أن العبادة لا تقال إلا إذا كانت كما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يجب على العبد أن يتعلم ما تصف به عبادته. وسنتناول اليوم بعد ما تعلمنا من الفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله. سأسألك سؤالا. تفضل. ما هو الفقه لغة واصطلاحا؟ أما لغة فهو الفهم، وأما اصطلاحا معرفة أحكام العملية بأدلتها. ما حكم تعلم الفقه وتعليمه؟ هو فرض كفاية على المسلمين، بمعنى أنه يجب على المسلمين أن يكون من بينهم الفقهاء في كل عصر وفي كل مكان. ما فائدة معرفة الفقه؟ معرفة الفقه تعين المسلم على معرفة أحكام عبادة الله تعالى. كم عدد أحكام الشرعية التكليفية وما هي؟ 5، وهي الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام. من الفقيه؟ الفقيه هو الذي يعرف جملة عظيمة من الأحكام الشرعية مع معرفة أدلتها من الكتاب والسنة. روى الشيخان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اقتداء بهذه الوصية النبوية المباركة قمت بإعداد بعد أحكام الصوم. ما هي صيام لغة واصطلاحا؟ أما لغة فهو الإمساك، وأما اصطلاحا الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ما حكم صيام رمضان؟ أن حكم صيام رمضان فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر. ما معنى القدرة عليه؟ أي لا يجب صوم رمضان على من لا يستطيع الصوم، كالمريض الميؤوس من بروئه والرجل الكبير الذي لا يستطيع الصوم. لماذا كتب الله عليه الصيام؟ لتحقيق تقوى الله تعالى في النفوس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي علامات البلوغ للصيام؟ علامات البلوغ الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ السن 15 أو الحيض للمرأة. متى تكون النية؟ تكون النية من الليل قبل طلوع الفجر. ما هو الدعاء الذي يقوله الصائم عند الإفطار؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ما هي سنن الصيام؟ سنن الصيام كثيرة، منها تعجيل الفطر، تأخير السحر، الزيادة في أعمال الخير، قوله إذا شتم إني صائم، الدعاء عند الإفطار، الفطر على رطب، فإن أدم فتم، فإن أدم فمات. ما هي مبطلات الصيام؟
مبطلات الصيام كثيرة، منها الأكل والشرب عمدا، الجماع عمدا، القيء عمدا، الاستمناء، العزمة على الفطر، الحيض والنفاس، الردة. ما هي الأيام المنهي عن صيامها فيها؟ العيدان، أيام التشريك إلا لمن لم يجد الهدي، يوم الشك، يوم الجمعة منفردا، صوم الدهر، صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه غير رمضان، صوم عرفة للهدي إلا لمن لم يجد الهدي. ما هي الأيام التي يستحب الصيام فيها؟ يوم ويوم، يوم عرفة لغير الهاج، تاسع وعاشوراء، الاثنين والخميس، 6 من شوال، 10 من ذي الهجة، غالب شعبان، أيام البيض. أحسنت بارك الله فيك. شكرا على استماعكم وإنصاتكم وسماحة أنفسكم وحسن أخلاقكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكبير. رحمة للمؤمنين وجعله منارا للمتقين، فيه شفاء لما في الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم تسليمًا كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، أيها العلماء والآباء والأمهات والطالبون والطالبات، أقدم لكم في هذه البرنامج عن سورة عظيمة، سورة تسكب في قلوبنا الإيمان وتوقظ في أرواحنا الوعي بعظمة الله وقدرته، ألا إنها سورة الملك. هي سورة تعرف العبد بربه وتبين له حقيقة الدنيا ومآل الآخرة. هي السورة التي افتتحها الله عز وجل بقوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إنها سورة تذكرنا بعظمة الله وقدرته على هذا الكون، فهي تبين أن الملك الحقيقي ليس لأحد من البشر، بل لله الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت برجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: بلى. قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك وعلمها أهل بيتك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة، تجادل أو تخاصم عن صاحبها يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار وينجي بها صاحبها من عذاب القبر. سورة الملك ليست مجرد ألفاظ تتلى، بل فيها من المعاني العميقة، فقد جاءت لتوقظنا من غفلتنا وتوجه قلوبنا نحو عظمة الله. لنتأمل قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنها دعوة لكل مؤمن أن يدرك أن حياته هي اختبار، وأن الموت ليس نهاية الرحلة، بل هو بداية حياة الآخرة. ثم يأمرنا إلى النظر إلى جمال تصويره لخلقه. قال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هذا البناء المحكم الذي لا عيب فيه، لنتأمل النظر فيه، والله لا نجد فيه خللا ولا نقصا. إذن إنها رسالة لنا أن نعمل عقلنا وأن نتفكر في عظمة خلق الله. وفي السورة تحذير واضح للمكذبين ووصف عذابهم. يقول تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تصور هذه الآية مشهدا رهيبا لعذاب الكافرين في النار. كلما ألقي فيها فوج من المكذبين سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ فيعترفون بخطئهم وندمهم، ولكن هيهات أن ينفع الندم بعد فوات الأوان. لكن هذه السورة أيضا
تحمل بشرى عظيمة للمؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أما من آمن وخشي الله في الغيب فله البشرى بالمغفرة والأجر العظيم. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله يعلم خفايا النفوس وأسرار القلوب ولا يضيع أجر المحسنين. ثم يقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تذكرنا هذه الآية بأن الله هو من جعل الأرض ممهدة لنا وخلق لنا الرزق وأمرنا بالسعي في مناكبها، لكن علينا أن لا ننسى أن إلى الله سيكون النشور، فهو الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض وهو الذي يحفظنا برحمته. وقال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله أنعم علينا بنعم عظيمة: السمع والبصر والعقل، فهل شكرناه حق الشكر أم غفلنا ونسينا أنه القادر على إهلاكنا في لحظة؟ لذا على كل مسلم أن يشكر الله. وتختتم هذه السورة بسؤال تقشعر له القلوب. قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا ذهب الماء الذي نشربه فمن يستطيع أن يعيده إلينا؟ ولا أحد يستطيع إلا سواه. ونستفيد من هذه السورة أن الموت والحياة امتحان لنا لنظهر لله أحسن أعمالنا ولنتأمل نعم الله وشكره علينا واجب. يا أيها المسلمون الحاضرون لحفلة اختتام مدرسة النور الإسلامية، سورة الملك ليست مجرد ألفاظ تتلى، بل هي منهج للحياة، فلنحرص على قراءتها يوميا ولنتدبر معانيها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا ممن يحسنون العمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah programımız እንደቀጠለ ነው። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبو إسماعيل المسلمين الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وقلب أوروبا غربا. أقدم لكم في هذه البرنامج من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أبيض الوجه، حسن الفم، عظيم الهامة، صد الجبين، أجد الحاجبين، عظيم الجبهة، أهدب الأشفار، أجاج العينين، أنجلهما، أغنى الأنف، أسيل الخدين، كث اللحية، شتن الكفين والقدمين، عبل الذراعين، رحب الكتفين، واسع الصدر، ولم يكن بالطويل ولا بالقصير، وكان شعره رجلا، وكان حسن
أخلاقا وأكملهم خلقا واسما وعقلا محبا للفقراء رؤوفا بالناس رحيما بهم لا يغضب إلا لله يعفو ويسقط عمن أذاه ما كان سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان شديد الخوف من الله كان شجاعا قويا جوادا كريما فصيحا بليغا يخاطب كل قبيلة بلسانها ويحاورها بلغتها كان أصحابه لا يقفون له عند حضوره لأنهم يعلمون منه كراهته لذلك كان معجزاته صلى الله عليه وسلم منها انشقاق القمر حينما طلبت منه قريش ذلك ونبع الماء من بين أصابعه عندما وضع يده الشريفة في إناء فيه ماء قليل ومنها تكثير الطعام القليل ومنها إبراء المرضى وأعظم معجزاته القرآن الكريم الذي عجزت العرب عن الإتيان بأكثر سورة من مثله قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نسأل الله أن يوفق قارئها وسامعها إلى العمل بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما